2024. يعني عندك الفلوس في الدار حاطهم مخبعهم 100 مليون 200 مليون 600 مليون مليار 10 المليار. تقول لك هذوك الفلوس حيت لقينا بانه الرقم يعني الناتج الخام، الناتج الوطني الخام عندنا 1700 مليار ديال الدرهم. النص ديال هذا الناتج الخام اللي هو 800 ألف مليار ديال الدرهم كاينه نقدا كتسارى في السوق، في الديور، الشركات، في المعامل، فلوس دايره المفروض ما خصهاش في تكون دايره. إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، تم إطلاق حملة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية تستهدف الأفراد الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو ممتلكاتهم الخاضعة للضريبة. تفاصيل التسوية الطوعية: المعنيون الأشخاص الذين يمتلكون أموالا أو ممتلكات غير مصرح بها لدى الإدارة الضريبية. الإجراء: إيداع هذه الأموال في حساباتهم البنكية والتصريح بها قبل 31 دجنبر 2024. المساهمة الإبرائية: أداء نسبة 5% من قيمة الأموال المصرح بها كضريبة تسوية، مما يعفيهم من أداء مبالغ أكبر تتراوح بين 30% و37% في حالة اكتشافها لاحقا. توضيحات مهمة: هذه الحملة لا تستهدف جميع أصحاب الحسابات البنكية، بل فقط الذين لم يصرحوا بمداخيلهم أو ممتلكاتهم الخاضعة للضريبة. العملية تهدف إلى دمج الأموال غير المصرح بها في النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. المديرية العامة للضرائب أكدت أن المعلومات المتعلقة بهوية المصرحين ستظل سرية، ولن تستخدم ضدهم في المستقبل. ردود الفعل: أثارت الحملة بعض المخاوف والجدل بين المواطنين، حيث انتشرت معلومات مضللة حول فرض ضرائب جديدة على جميع الحسابات البنكية. المديرية العامة للضرائب والبنوك المغربية نفت هذه الادعاءات، مؤكدة أن الحملة تستهدف فقط الأموال غير المصرح بها. في إطار حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها الحكومة المغربية، أدلى الدكتور جمال معتوق الخبير القانوني والاقتصادي بتصريحات توضيحية حول هذا الموضوع. أبرز ما جاء في تصريحات جمال معتوق بخصوص هذه الحملة: حجم التداول النقدي. أشار الدكتور معتوق إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يبلغ حوالي 1700 مليار درهم، وأن نصف هذا المبلغ يتم تداوله نقدا خارج النظام المصرفي. هدف الحملة: تهدف الحكومة إلى دمج هذه الأموال في النظام البنكي لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. إجراءات التسوية: أوضح أن المواطنين الذين يحتفظون بأموال نقدية غير مصرح بها يمكنهم تسوية وضعيتهم عبر إيداع هذه الأموال في البنوك وأداء مساهمة إبرائية بنسبة 5% من المبلغ المودع، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. العقوبات المستقبلية: نبه إلى أنه ابتداء من يناير 2025 ستفرض الدولة ضرائب تتراوح بين 30% و37% على الأموال غير المصرح بها التي يتم اكتشافها أو استخدامها في معاملات تجارية. التجارب السابقة: أشار إلى تجربة مماثلة عام 2021 حيث قام العديد من المواطنين بتسوية وضعيتهم، لكن البعض تردد بسبب غياب متابعة صارمة لغير المصرحين. التزامات الدولة: أكد أن الحكومة ملتزمة هذه المرة بتفعيل آليات المراقبة بصرامة، نظرا للحاجيات المالية المرتبطة بمشاريع كبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية واستضافة التظاهرات الرياضية. العدالة الضريبية: شدد الدكتور معتوق على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان مساهمة الجميع في التنمية الاقتصادية للبلاد.